السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في برنامج التالتة شمال. هنرجع تاني نتكلم عن ماتشات الأهلي ولكن المرة دي في كأس العالم للأندية. يلا بينا بسرعة. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن ماتش الافتتاح وهو ماتش الاهلي وانتر ميامي، ويعتبر اول ماتش رسمي لريبيرو مدرب الاهلي الجديد او ريفيرو ايا كان انت حابب تسميه ازاي. ريفيرو بدأ الماتش بتشكيل 4-4-2. دايموند بدأ بالشناوي في حراسة المرمى، باك يمين محمد هاني، 2 سنتر باكات كان ياسر ابراهيم واشرف داري، باك شمال كوكا، وبعدين في نص الملعب كان في حمدي فتحي، كان في مروان عطية، كان في بن رمضان، كان في امام عاشور يعتبر راس الدايموند او راس المربع. وقدام كان تريزيجيه واسامه ابو علي، 2 مهاجمين، ولكن تريزيجيه كان متطرف شويه ناحيه الشمال. دي كانت التشكيله اللي بدأ بيها المباراه، ولكن للاسف لظروف خارجه عن ارادته امام عاشور اتصاب في اول 10 دقائق واضطر ان هو يخرجه وينزل مكانه زيزو تقريبا في الدقيقه 12 او 13، وقلب التشكيله ل 4-3-3. بعد ما نزل زيزو بقى زيزو يمين وتريزيجيه شمال واسامه ابو علي في النص، والثلاثه بنوع نص الملعب زي ما هم. ولكن قبل خروج امام عاشور اللي هي في اول 10 دقايق، امام عاشور حط كوره لاسامه ابو علي انفراد تام هو وحارس المرمى بيحطها في ايده. بعدها على طول كوره بتتلعب لتريزيجيه اللي بيصلحها لامام عاشور، انفراد تام مع حارس المرمى في ال6 ياردة وامام عاشور بيضيعها تاني. وسام ابو علي بيطلع انفراد تاني مع حارس المرمى بيحطها جون، ولكن بتتحسب اوفسايد على شعره. كورنر بيتلعب زيزو اشرف داري، عجبني قوي الغمزه من زيزو لاشرف داري اللي شاور له، والراجل راح على ال6 ياردة مكان ما الكوره نازله بالظبط وحطها بدماغه، ولكن رابع حارس المرمى بيشيل الكوره، رابع جون على التوالي. انا بجد مش فاهم في ايه. حتى تريزيجيه في اول الشوط الثاني جات له كوره على شماله يعتبر انفراد، حطها بعيد قوي تماما عن الجون. زيزو قدر ان هو يحصل للاهلي على ضربه جزاء في اخر الشوط الاول، كانت ممكن تحط الاهلي في المقدمه وكان ممكن تبدا الماتش 1-0، كان ممكن تجيب لك 3 نقط بجد سهلين قوي، وحرام عليك ان انت ضيعتهم. حرام عليك يا عم ريبيرو، وحرام عليك يا اهلي، حرام عليكم يا جدعان. اسهل ماتش انت ضيعته من ايدك، ضربه جزاء. برضو مش عارف ليه تريزيجيه اللي داخل يشوطها. ماشي، تريزيجيه راجل كابتن الاهلي وراجل قديم وراجل لاعب وليه خبرات، ولعب في تركيا ولعب في بلجيكا ولعب في انجلترا وجاي وابن النادي والكلام الجميل ده كله، تاني كابتن بعد الشناوي، ما عنديش اي اعتراض. ولكن انت عندك في الملعب زيزو اللي انت شاريه احسن مسدد ضربات جزاء في مصر اخر 20 سنه، ما شاطش ليه؟ عندك وسام ابو علي اللي ما بيضيعش كرة ثابته، فاول ما بيضيعش فاول، مش هقول لك ضربه جزاء، الراجل ما بيضيعش الفاولات، ما شاطش ليه؟ عندك لعيبه كتير في الملعب احسن من تريزيجيه في تسديد ضربات الجزاء اللي هو بالمناسبه مش متميز فيها، ورغم كده حاطط تريزيجيه هو المسدد الاول فدخل ضيع ضربه الجزاء، وحتى ما عرفش يستفيد من الارتداد بتاعها ويحطها في الجون. وضيعت على نفسك فرصه التقدم 1-0 على انتر ميامي في ارضهم وسط جمهورهم في المباراه الافتتاحيه لكاس العالم، وان انت تركب المجموعه وتتصدر ب3 نقط من اول ماتش. عبس. دخلنا الشوط الثاني الراجل رامي الفوطه، الراجل مستسلم تماما، الراجل اكن ضربه الجزاء دي كانت اخر العالم، الراجل خلاص في الشوط الثاني ما بيعملش فيه اي حاجه. الراجل تبديلاته كانت غريبه قوي، بدل تبديلين في الدقيقه حاجه و60، سحب لي تريزيجيه وبن رمضان، ودي كانت حاجه غريبه بالنسبه لي. نزل مكانهم طاهر وحسين الشحات ورجع زيزو نص الملعب مكان بن رمضان. بقى عندك طاهر والشحات 2 وينجات، واحد يمين واحد شمال مع اسامه ابو علي، وزيزو بقى بيلعب في نص الملعب. ومن هنا خطوره زيزو انتهت تماما، زيزو اختفى تماما من الملعب لحد ما خرجه هو كمان مع وسام ابو علي ونزل مكانهم جراديشار وقفشه اللي ما فرقوش كتير وما كانوش ليهم فعاليه، بس مش هلوم عليهم لان هم نازلين في اخر 12 دقيقه او 13 دقيقه بس في الماتش. الشوط الثاني يعني تحس ماسكيرانو جز على اللعيبه شويه في اوضه اللبس، ميسي نزل جازز شويه في الملعب، ميسي نزل اول ما نزل حط كوره حلوه قوي للشناوي، الشناوي صدها، الراجل نزل بعد كده بقى بياخد اللعيبه واحد في الثاني في الثالث، بيحرك الملعب يمين وشمال على راي فارس عوض، علبه حلويات بيقدم لهم حلويات. الراجل عمل اكتر من اسيست بجوان، اكتر من اسيست بجوان، واحد اخترق بيه ال 18 بتاعت الاهلي ولكن الشناوي بيشيلها، واحد متطرف من على الطرف رفعها للواد فافا ولا
فافانا اللي كان لسه نازل الاسمراني ده اللي حطها بدماغه في الارض والشناوي شالها برده. في كوره كانت متطرفه من على حدود ال 18 اليمين، ميسي حطها في الجون حته واحده اللي الشناوي طار وجابها بايده وبعدين خبط في العارضه وعطل شويه. ميسي جاله فاول، حط الفاول ولا اكني بتفرج عليه وهو بيلعب في برشلونه. انا تعبت منك يا عم، يعني انا هربت منك في ريال مدريد عشان تجي لي هنا؟ خلاص بقى، ده انا كنت بحمد ربنا ان انت غرت يا عم ورحت باريس وبعد كده سافرت امريكا. الراجل حاطط فاول بيخبط في العارضه من بره وبيخبط في الشبكه من بره. انا لمده 15 20 ثانيه شفت الكره دي جون وعملت كده خلاص بقى انا ايه يعني بعد الماتش ده كله في الاخر الاهلي يخسر؟ ما انا عارف البدايات دي. فميسي جز شويه بس كان هيخسرنا الماتش، بجد كان هيخسرنا الماتش. شابوه لوسام ابو علي اللي موت نفسه في الماتش، اللي شارك كوره من على خط الجون وطير هدف مؤكد على انتر ميامي. شابوه ياسر ابراهيم اللي كان بيلعب وهو مصاب وتحمل على نفسه وكان راجل. شابوه قوي لمروان عطيه اللي كان مجنب ميسي تماما الشوط الاول وعمل اللي عليه والزياده في الشوط الثاني. شابوه اللعيبه، شابوه لتريزيجيه بغض النظر عن ضربه الجزاء اللي ضاعت، كان احسن لعيب بيلعب في الشوط الاول. شابوه 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 للشناوي اللي كان يستاهل جايزه مان اوف ذا ماتش، مش اسطوري الحارس بتاعهم بس للاسف جايزه مان اوف ذا ماتش اتحطت قبل الوقت البدل الضايع، والشناوي عامل 3 سيفز مؤكدين في الوقت البدل الضايع، 3 سيفز مؤكدين. كوره هيدر في الستة ياردة شايلها، كوره شالها من ميسي في العارضه، كوره شالها من سواريز. الراجل يعني في اخر 5 دقائق دولت بعد ما جايزه مان اوف ذا ماتش اتحددت عمل 3 سيفز وبيخرج بكلين شيت علشان يبقى اكتر حارس حقق كلين شيتس في تاريخ كاس العالم، كسر رقم نوير. فالشناوي خد لقب جديد ودي حاجه كويسه جدا وحاجه تشرف ولسه هيزودوا ان شاء الله. ولكن انا حزين رغم ان التعادل ما هوش وحش، انت خدت نقطه ما خسرتش الحمد لله، ولكن انا حزين لان انت ضيعت اسهل ماتش. بالميراس اقوى من انتر ميامي، انت ضيعت ماتش قدام شويه عواجيز بجد ما فيهمش غير ميسي بيلعب بنص رجل بيحرك الملعب. غير كده فرقه دفاعها مفتوح، فرقه ضايعه، ما كانش عندهم غير حارس المرمى اللي شال كتير قوي، ولكن هو الحارس متميز وكل حاجه ولكن احنا كنا وحشين. الفينش بتاعنا كان وحش، كان فيه تسرع. يعني ايه برضو يبقى عندك بن شرقي احسن وينجر في القاره واهدى لعيب عندك في الفرقه ومن احسن اللعيبه اللي بتفنش وما تلعبوش في الماتش كله، لا شوط اول ولا شوط تاني؟ دي حاجه غريبه جدا وانا استغربتها الصراحه، ما فهمتهاش. يعني ازاي بن شرقي ما ينزلش وما فيش اي كلام عن اصابته ولا على اي يعني حاجه غريبه والله العظيم، حاجه غريبه. كميه اصابات، امام عاشور اتصاب، ياسر ابراهيم اتصاب، مروان عطيه في اخر الماتش اتصاب، تريزيجيه ما كانش قادر يجري، زيزو كان بيشحر، حسين الشحات نازل ميت، اسوأ لعيب في الماتش واسوأ لعيب في الفرقتين واسوأ لعيب في الاهلي. وانت بجد لو بتتفرج على الماتش دوت وما تعرفش الشحات وما شفتوش قبل كده هتقول الراجل ده ازاي بيلعب كوره. حسين الشحات كل الكور بتاعته ميس باسس، كل الكور اللي بيستلمها طويله، كل الكور اللي بيستلمها وبيقدر ان هو يوقفها بتتقطع منه. يكفي الكوره اللي هوريها لك دي في الصوره دي، حسين الشحات طالع هو واربع لعيبه من الاهلي، هو وطاهر وقفشه وجراديشار على 2 مدافعين من انتر ميامي في اخر ثانيه في الماتش. يعني انت تقدر تجيب 3 نقط للاهلي في اخر ثانيه في الماتش. انت متخيل الاهلي بطل البلس 90 والاسطوره كانت هتستمر حتى في كاس العالم، حتى في المحافل الدوليه، مش هنتكلم في مصر ولا في افريقيا بس. ولكن بيعمل ايه؟ بيفضل ماشي 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 ماشي، لا راضي يباصي ولا راضي يرفع ولا راضي يعمل اي حاجه لحد ما يخش جوه ال 18 هيقف. يعني يا ريته يا عم كان اناني وحاول يرقص، يا ريته كان اناني وشاط عشان هو ياخد اللقطه ويجيب الجون وكانت تضيع منه، يا ريته عمل ده. هو ما عملش حاجه، ده هو فضل ماشي 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 لحد ما راح واقف في مكانه ودخل اللعيب بتاع انتر ميامي شال الكوره من قدامه وخلص الماتش. انا مش فاهم هو بيعمل ايه، والله العظيم ما فاهم هو بيعمل ايه. انا بتهيألي يعني اكتر واحد اتشتم في اخر ساعه دي في العالم كله وحسين الشحات من كل جماهير الاهلي في كل انحاء العالم. حرام عليك يا عم، يا عم حرام عليك، ايه القرف ده؟ وحسين الشحات بالاداء ده ما ينفعش يلعب لا الماتش الجاي ولا اللي بعده. احنا عندنا ماتشين اصعب من بعض سواء بالميراس او بورتو، الماتشين بجد صعبين جدا، ماتشين صعبين جدا على الاهلي. الماتش اللي انت لعبته النهارده وضيعت منه الفوز ده كان اسهل ماتش بالنسبه لك، انت ضيعت اسهل 3 نقط، ربنا يستر من الماتشين الجايين. يعني بنسبة 80% انا مش حابب ابقى متشائم ولكن الاهلي ضيع على نفسه فرصة الصعود، لان انت الماتشين الجايين بوجهة نظري هيبقى صعب تاخد منهم 3 نقط. يعني ممكن تتعادل مع فرقة فيهم، ممكن تتعادل يا عم مع الفرقتين، بس هيبقى صعب تاخد من فرقة فيهم 3 نقط. بالميراس اللي احنا لعبناها وكسبناها قبل كده مش هي بالميراس بتاع دلوقتي. بالميراس بتاع دلوقتي عندها لعيب عنده 17 او 18 سنه، القيمه التسويقيه بتاعته باين 60 مليون مش فاكر اسمه والله، فانت بتتكلم على لعيب اوروبا كلها بتجري وراه.
فبالميراس مش هي اللي انت لعبتها، بالميراس تقيله قوي. وبورتو مهما كانت سيئه ومهما كانت وحشه فهي ما زالت بورتو من اعرق الفرق في اوروبا ومن اعرق الفرق في البرتغال، فماتشها هيبقى صعب جدا. فانت ضيعت على نفسك 3 نقط، يعني اكاد اجزم ان انت لو كنت خدت ال3 نقط دول انت كنت هتبقى ضامن الصعود بنسبه 70 80% لما تاخد اي نقطه من اي فرقه من الاثنين التانيين. ولكن دلوقتي انت بتدور على تعادل وبتدور ان هم يغلبوا بعض ومش عارف انتر ميامي يعمل ايه وايه وايه، ودخلت نفسك في حسبه بيرم ملهاش لازمه. ضيعت على نفسك مكافاه الفوز اللي ب 2 مليون دولار باين، وخدت مليون بس عشان التعادل. فانت بسبب عشوائيه ورعونه من اللعيبه ومن المدرب ضيعت على النادي مليون دولار. هتضيع على نفسك ال7 مليون دولار بتوع التاهل من دوري المجموعات لدور ال 16. كميه خسائر بشعه قوي الاهلي هيتعرض لها بسبب اخطاء ساذجه جدا في الماتش اللي اتلعب النهارده. اتمنى ان انا ما اشوفهاش في الماتشات اللي جايه، اتمنى ان انا اشوف الاهلي بيكمل بعد دور المجموعات، علشان خاطر الاهلي مش جاي يبقى ممثل مشرف ولا اداء مشرف ولا اللي هو جاي امثل قارتي في كاس العالم واخرج بعد دور المجموعات. لا، احنا مش شاريين زيزو وبن شرقي وامام وبن رمضان ويحيى عطية الله وكل اللعيبه اللي احنا شارينها دي. انت شاري مصر كلها وافريقيا كلها يا عم، مش عشان تروح تلعب 3 ماتشات وترجع. كان ممكن اي حد عندك يلعب 3 ماتشات ويرجع. فالقرف اللي احنا شفناه ده اتمنى ما اشوفوش تاني. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، لان انا خلاص زي ما انت شايف انا بموت يا عم، انا بشحر. الساعه بقت 6 والواحد ما نامش خالص. فاشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع الماتش الجاي للاهلي مع بالميراس، وان شاء الله يكون ماتش احسن من ده واداء احسن من ده. لحد ما اشوفكم استودعكم الله. تشاو.